والله العظيم يا واد عمي غفلقت وكركبت. والله وبالله واللي غفلقها ده واللي كركبها ده لا 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 انا الصيف مش هبقى معاكم بالطريقه دي. ما ينفعش النادي الاهلي ولعها. دي صفقه القرن يابا يابا، والله صفقه القرن. لا تقول لي زيزو ولا تقول لي بيزو. لا 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 لا، الراجل ده ولعها. الفيديو ده عاوز عليه 1,000,000 لايك. ازاي؟ الله اعلم. كابتن مش هتاخدني معاك امريكا؟ لا خلاص زي بعضه. الجنة حلوه برضه، الجنة حلوه. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكابتن محمود الخطيب ناوي يكفل نادي الزمالك، والله، ويجيب لنا جلطة لكل جمهور نادي الزمالك زي ما بكلمك بالظبط. صفقة القرن يا أهلوية تمت، أقسم بالله بكل حذافيرها. والله دي كانت آخر حلقة. رسميا النادي الأهلي مصطفى محمد أهلاوي. مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي ولاعب نادي الزمالك السابق، وحط تحتيها 1,000,000 خط، أهلاوي رسميا. والجزء الثاني النادي الأهلي ينهي صفقة مدافع غزل المحلة رسميا عمرو الجزار، أهلاوي بنسبة 1,000,000,000%. بنسبة 1,000,000,000%. صليت على سيدك النبي، ضغطت اللايك، يلا بينا صلي على النبي بس في التعليقات كتير. هبتدي لك بصفقة عمرو الجزار. عمرو الجزار مدافع نادي غزل المحلة، المدافع اللي أي نادي يتمناه، وكان نادي الزمالك برضه بيتفاوض معاه، وبيراميدز أيضا. برضه الواد اختار النادي الأهلي. بطولات يابا، عز بقى، عز بقى، بعيد عنك، عز وفلوس. عمرو الجزار أهلاوي لمدة 5 سنوات. نادي غزل المحلة كان عاوز يديه للنادي الأهلي لمدة 3 سنوات، والنادي الأهلي رفض. فلوسه 35 مليون جنيه كاش، زائد إعارة لاعب من النادي الأهلي. ده موضوع وخلص. النهاردة الكابتن محمود الخطيب حسم الموقف تماما وخلص اللاعب خلاص. رامي ربيعة بره النادي الأهلي. طيب صلي على سيدك واضغط اللايك صلى الله عليه وسلم. ناجي بقى لصفقة مصطفى محمد. النادي الأهلي اتفاوض مع مصطفى محمد النهارده الكلام ده، وقال له عاوزينك معانا في كاس العالم للأندية. إعارة يا حاجة، إعارة. راح مصطفى محمد قال له لا، النادي الأهلي، أنا آسف، النادي الأهلي قال له عايزينك لمدة سنة إعارة. مصطفى محمد قال لا، انتوا لو عاوزيني في فترة كاس العالم للأندية أنا مستعد. النادي الأهلي رفض، قال لا، تحسبا لرحيل وسام أبو علي كده ماشي، جاي للنادي الأهلي مبلغ خرافي فيه 8 مليون يورو 7 مليون يورو، مبلغ خرافي. طيب الكابتن محمود الخطيب أمر بإنهاء صفقة مصطفى محمد، عشان مصطفى محمد طلب من الوكيل أحمد يحيى 2 مليون يورو. 2 مليون يورو. فأحمد يحيى نقل الكلام ده للكابتن محمود الخطيب قال لا، أنا يعني النادي الأهلي عمره ما دفع باليورو. إذا كان المبلغ هيبقى بالدولار، طبعا كلكم عارفين اليورو أغلى من الدولار. مصطفى محمد قال أنا هاخد 2 مليون دولار لو هتكمل الموسم، واقنعوا بيقول له النادي الاهلي نادي كويس ونادي بطولات، وهتلاقي زمايلك كلهم قاعدين، امام عاشور قاعد، واشرف بن شرقي قاعد، وزيزو قاعد، يعني مش هتحس بغربه، يعني ما هتحسش بغربه
فمصطفى محمد وافق، قال له بس المبلغ اللي انا هاخده ده بخلاف المبلغ اللي هياخده نادي نانت الفرنسي. بالفعل الكابتن محمود الخطيب وافق، وخلاص ممكن تسمع بكره ولا بعده بانهاء الصفقه رسميا. انا مش قلت لك ولعت وكركبت يا واد عمي؟ وعهد الله كركبت، قسما بالله كركبت، وشكلنا كلنا هنشجع الاهلي قريب. والله شكل مصر كلها هتبقى باللون الاحمر، وهيكون السبب ده، هو ده اللي هيكون السبب. ما هتاخدنيش امريكا معاك برضو؟ جنة حلوة، جنة حلوة. سلام عليكم.